بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في شروحات ويندوز 11، والنهارده درس جديد عن كيفية التحكم في الماوس، ازاي نغير حجمه، نكبر ونصغر الماوس، ازاي نتحكم في سرعة حركته، ازاي نتحكم في لونه. هنعرف كل الحاجات ديت في فيديو النهارده، فيديو مختصر وفيديو بسيط. يلا بينا نبدأ، لكن قبل البداية يا ريت حضراتكم تدعمونا بلايك وشير، ولو عندك أي سؤال اكتب في التعليقات وأنا هرد عليه إن شاء الله في التعليقات أو في الفيديوهات اللي جاية. يلا بينا نبدأ على بركة الله. هندوس على قائمة ابدأ، هنختار منها سيتنجز أو الإعدادات. هتفتح معايا الصفحة دي يا حضرات. هنختار منها accessibility، هنختار منها ماوس بوينتر اند تاتش. هنفتح معايا الصفحة دي يا حضرات، ودي اللي فيها التحكم في كل حاجة تتعلق بالماوس. أول حاجة جايب لي على الوضع اللون اللي أنا مختاره. طبعا الألوان والتغييرات مش هتبان في التصوير، لأن البرنامج اللي بسجل الشاشة ما بيظهرش أثناء التسجيل التغييرات ديت، لكن لو حضرتك طبقت الخطوات زي ما أنا هشرحها في الدرس بالظبط هتظهر معاك التغييرات وهتشوفها بشكل واضح. هو بيظهر بالشكل ده كده، ده الوضع الافتراضي اللي بيكون الماوس عليه. لو أنا عايز أغير شكل الماوس يبقى بالشكل ده كده يا حضرات، هنختارها من هنا كده. طبعا هو بيغير معايا لكن التغييرات ما بتظهرش في التسجيل. طيب لو انا عايزه نصين هنختار الخيار ده كده. طيب لو انا عايز اغير لون الماوس هدخل على باليتة الالوان تكه شمال هنا كده، هتظهر معايا باليتة الالوان بالشكل ده. اي لون هختاره بيطبق الماوس اللون على الماوس معايا اهو حضراتكم، لكن طبعا ده مش هيبان، التغيير ده مش هيبان في التسجيل زي ما قلنا، لكن هو بيبان قدامي اهوت. اللون اللي بختاره بيطبق عليه الماوس على طول، يعني بقى الماوس دلوقتي لونه بنفسجي. هنخليه اصفر. طيب الالوان دي مش عجباني وانا عايز لون تاني، هعمل ايه؟ هندوس على علامة الزائد ده يا حضرات، وهختار هطبق على اي لون انا عايزه بالشكل ده كده. معايا باليتة الالوان كلها زي ما حضراتكم شايفين، واختار اللون اللي انا عايزه، وبعدين هقول له داون يعني سجله او احفظه، وبعد كده هيحفظه معايا وهيسيفه. طيب بعد كده انا عايز اتحكم في حجم الماوس، اكبره شويه لو كان صغير. هنعمل ايه؟ المؤشر اللي عمل كلمه سايز ده يا حضرات، ده المسؤول عن تكبير وتصغير حجم الماوس. يعني هو كده في الوسط، لو كده بقى صغير خالص هو طبق معايا بس مش هيبان في التسجيل، لكن لما حضرتك هتطبق هيطبق معاك. كل ما هتحرك بالمؤشر ده ناحيه اليمين هيكبر حجم الماوس. يعني كده وصلنا لغايه اخر حاجة، بقى حجم الماوس كبير جدا، تقريبا 10 اضعاف الماوس وهو صغير هنا كده. طيب انا هرجعه وسط تاني، او هنخليه مثلا على الربع، حاجة معقولة كده، او لغاية هنا كده. وبعدين لو انا عايز اتحكم في سرعة الماوس في الشاشة كده، اتحكم فيها منين يا حضرات؟ او بكرة اللي بتلف الصورة بتحرك الصورة من اعلى واسفل، اعملها منين؟ هخش على الخيار دهوت، هندوس عليه تكه شمال، هتبدأ معايا الصفحة دي، هتظهر معايا الصفحة دي. لو انا عايز اتحكم في سرعة الماوس بالشكل ده كده، هتحكم فيها من هنا. كل ما كان المؤشر على الشمال هيكون بطيء، اهو بقى بطيء خالص اهوت، يعني انا بحرك الماوس بايدي ما بيتحركش الا ببطء خالص اهوت. لو انا عايز اعلي سرعته هنحرك المؤشر ده لليمين كده، بقى سريع جدا. طيب لو حركنا كده كمان على الاخر كده، تقريبا مش هتشوفها من سرعته. فانا برضو هنخليها على الربع كده، او هنخليها على التلت، السرعة كده معقولة، او نزودها شوية كمان كده، بقى تمام التمام معايا. لو انا عايز اغير سرعة بكرة السكرول اللي هي بتعلي الشاشة وتوطيها، او بتلف الصورة من تحت من اعلى واسفل، هتحكم فيها من هنا يا حضرات. كل ما هتحرك بالمؤشر ناحية اليمين كل ما هتكون حركة السكرول او البقرة اسرع، كل ما هتحرك للشمال هتكون البقرة ابطأ او اقل سرعة. بالشكل ده نكون عرفنا ازاي نتحكم في سرعة الماوس وحركة السكرول او البقرة،
وازاي نتحكم في اللون وازاي نتحكم في الحجم. الفيديو خلص كده يا حضرات. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف وسهل ومفيد لحضراتكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير، ولو عندك سؤال اكتبه في الكومنت، ولو اول مره تشوف قناتي اشترك وفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.